السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ إن شاء الله كله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد عن تروفو. طبعا بهذا المقطع راح اشرح لكم كل شيء يتعلق بتروفو، من البث، شلون تصمم قناتك، شلون تسوي قناتك، شلون تخلي ادمن، شلون تحضر احد، شلون تشيل بلوك، شلون ما اعرف ايش. فراح اشرح كل شيء متعلق بالمنصة. خلونا نبلش. اول شيء نروح الاستوديو نمشي المحتوى، كلكم تندلون ما تروحوا ولا ما يحتاج يعني كلكم. عندنا هنا اول شيء البث. هنا هو الرابط مال البث مالتك اللي تخليه بال OBS ستوديو. طبعا هنا لازم تختار انشاء بواسطة الاي بي على الاي بي مالتك، حتى يختار الاي بي مال الانترنت مالتك. اوكي، يعني لا تخليه الاصلي مال التطبيق، لا خليه على اي بي مال الانترنت مالتك حتى يكون عندك ديلي قليل، يعني ماكو تأخير بالبث، سلاسة بالبث تكون. هذا مفتاح البث. هنا وقت الاستجابة، إذا كنت تريد البث ما متأخر اختار طبيعي، وإذا تريده متأخر خلي تأخير. إيش قد تريد مثلا بالدقائق أو بالهاي، بس ما يصير تخلي يعني أكثر من 30 ثانية لأن المشاهد راح يمل. هذا هو عنوان البث. مثلا شو تريد تكتب عنوان، هاي هي اللعبة، تختار هنا اللعبة اللي تريدها وتكتب هنا بالبحث. أو من هنا إذا ما تعرف اللعبة مالتك تختار ألعاب وتختار، أو هنا ايرول، يعني انت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تطبخ، قاعد تسوي اغنية او ترقص او ما اعرف ايش، او ارت كرافت SMR، يعني تختار رايد دانسينج، تشات، تسولف. فشنو نوع البث مالتك تختار. هنا اللغة مال البث، يعني انت بيا لغة قاعد تبث تختار بالعربية شي طبيعي. المحتوى مالتك هنا تختار مثلا زاد 13، يعني 13 سنة وفوق اللي يشوفه، تختار 18 سنة وفوق، أو كل المشاهدين، أو personal views، يعني أشخاص بس أنت، أو أشخاص أنت محددهم يشوفون البث. هذا هو التاجز، تختار التاج اللي متعلق بالبث مالتك، مثلا تبث ببجي أو ألعاب موبايل، أو رانك، ترفع رانك، أو تلعب قصة ستوري، تختار من هذا الهاشتاج. هنا تحقق من رقم الهاتف، يعني الحسابات اللي جيست أو اللي مو موثق رقم هاتف، مخال رقم بحسابه أو مخال إيميل، فما راح يقدر يدخل البث مالتك. وهنا لازم تختار مثلا الحساب اللي تريد يشاهدك، مثلا حسابه صار له سنة، أو صار له 6 أشهر، أو صار له أسبوع، هيك شي. فتريد تخليها، تريد ما تخليها، انت بكيفك. نجي على ثاني شي. هاي خلصنا من البث حاليا. نجي على القناة، خيارات الدردشة. هنا عندكم الدردشة، تقدر تحضر، تقدر تخلي مثلا وضع المتابعين فقط، مثلا بس اللي يتابعك يقدر يعلق. من هاي تختارها، مثلا أي متابع، أو صار له 10 دقائق من تابعك، أو مثلا صار له شهر من تابعك، يلا يقدر يعلق. وهنا وضع المشتركين، مثلا اللي مسوي سبسكرايب قناتك، يعني مشترك اشتراك بفلوس، يقدر يعلق. قواعد الدردشة، هاي الرولز مال الدردشة. هنا تكتب مثلا ممنوع تطلب فلان شغلة، ممنوع تسوي هيك، ممنوع تحكي هيك، ممنوع تقول هيك، يعني بالشات مالتك، وتسوي لها حفظ. هنا راح تثبت. الترحيب هنا هاي مال التنبيه. خيارات الترحيب، مثلا إلا المشاهدين مالتك 100 وفوق، أو تخليها إيقاف، يعني من يصير مشاهدينك 100 وتبحث عنها. هنا تسوي قص للبث، يعني يسوي لك كليب للبث. تخليه جميع المستخدمين أو المشرفين أو المشتركين بس. من يقدر يسوي كليب للبث أنا خلى الكل. نجي هنا على التخصيص. مثلا التخصيص اللي هو الإيموجيات، تخلي إيموجي مخصص، تقدر منها تحمل إيموجيات. تعويذات، تحمل هنا التعويذات. عندك الدردشة، تقدر هنا تخلي مثلا تخصص السوبر كاب، مثلا هاي ايش قد تخصصها، مثلا تخلي 10 حتى يقدرون يدزوها لك. تخلي هنا كولرفول شات، تخصص المبالغ اللي يدزوها، السبيل شات والسوبر شات. تمام. هنا يتخصصن، تقدر تقللهن. هو التطبيق يعني يخلك 100 ب500 ما أعرف إيش، فتقدر تختار إنه مخصص. دخل مثلا 10 يقدرون يدزوا لك. يعني هاي الرسائل اللي يدزوا لك دعم تصير رسالة مثبتة، تثبت لمدة 5 دقائق، 10 دقائق، انت بكيفك. مثلا اللي يدز 200 الإكسر، الرسالة مالته تثبت لمدة 10 دقائق. تمام. عندك هنا العرض، اللي هي صورة القناة مالتك، منها تقدر تغيرها. هنا النبذة، مثلا تكتب أني أبث هيك، أنا هيك، أنا هيك، أنا ما أعرف شنو، يعني تفاصيل عنك، تريد تكتب تريد ما تكتب. هنا من تكون أوف لاين، شوف أنا خال هاي الخلفية، من أطفي البث راح تطلع لك هاي الخلفية. تمام. فهنا تقدر تخصصهن بالعرض. الجدول، هنا جدولة مال البث، مثلا تسوي بث كامل، أو تخلي مثلا هنا مثلا وقت البث يوم الأحد
أبث فلان لعبة، يوم الاثنين أبث فلان لعبة، يوم الثلاثاء أبث ببجي خلينا نقول. وقت البث يبدي من الساعة 12 مثلا ينتهي الساعة 2:30. تخصص جدول حتى المتابعين يعرفون وقت بثك وشنو الألعاب اللي تلعبها أنت. هنا التفاعل، الاستضافة والريز. هنا تقدر تسوي ريد القناة، مثلا من تسد البث مالتك المشاهدين مالتك يروحون القناة الثانية. مثلا هنا يخلي قناة، يكتب أثرو بدأ يطلع لازم اسوي بث. اوكي، الا من انت مسوي بث يلا وتخلي رايد، يعني مثل تسد البث مالتك تسوي رايد القناة معينة، شخص تحب تدعم المشاهدين مالتك يروحون له. الدعوات هاي دعوات مال الفريق، بس اشرح لكم عن الفريق جايكم بيها. تقدر تتلقى دعوات من الكل او المتابعين او من اي شخص يقدر يرسلك دعوة. هنا نجي على الاشراف. الاشراف هنا عندك مهمة تنشئ المحتوى، هذا هو الهدف الخاص بك او المهمة اللي ينطيك اياها التطبيق كل شهر لما تكون بارتنر. هنا حاليا مشي البارتنر لان تركت البث، ان شاء الله راجع له قريبا. هنا عندك تروبو 500 كلكم داخلين عليه وكلكم تعرفوه. هنا أنا خال مصر ما أعرف ليش لسه تركت البارتنر حتى أرجع أعرف عليها دولة راح يخليني، لأن شوفوا هنا بالشهر اللي قبله خلاني على يونان، يعني كنت على يونان ما أعرف ليش، وأرباح اليونان مثل ما تشوفون تعبانة كلش. فهالشهر خلوني على مصر، نشوف شهر الأخوين يخليني وأبلش أرجع أبث ونرجع البارتنر. هنا عندك الإحالة، هاي لا تهتموا لها، يعني هاي المستوى مالتك الليفل لوين يوصل 400 متابع يعني دعم ما دعم هاي مو مهمة. هنا عندك السجل مال البث، البثوث مالتك، هنا أنصحك تنزلها إذا كنت تريد البثوث مالتك تشوفها، لأن هي بعد 10 أيام و 15 يوم راح تنحذف تلقائيا من المنصة، فإذا كنت تريدها ما تروح نزلها ارجع حملها. هنا التفاصيل مال البث، كم ساعة جبت بهذا البث، كم دقيقة، عدد المشاهدات، ما أعرف إيش، تفاصيل مال البث كلكم تعرفوها. تحقيق الدخل من الإيرادات، هاي الأرباح هنا طبعا شرحت بذاك الفيديو السابق شلون تسحب أرباحك، ما أشرحها هنا، هاي مو مهمة. عندكم هاي مال الأرينا، يعني اللي تفوز بيهن بالأرينا الجولات اللي تفوز بيها والأرباح. وثائق، هاي الوثائق الضريبية احنا ما نحتاجها. تجي على المجتمع، مدير الأدوار، هنا تضيف مودريتر اللي هم مشرفين، منها تقدر تضيف مشرف، تكتب اسمه مثلا خلينا نختار هذا مومو، نسوي له اضافة يصير مشرف عندنا. محرر، هذا هو الاديتور المحرر، تقدر تختار مثلا تكتب هنا بالبحث اسم مالته وتسوي اضافة. تمام. عندك السوبر مود، هذا يقدر كل شيء يسوي، تقدر ايضا تكتب اسمه بالبحث وتضيفه. هاي من هاي تضيف المشرفين وتضيف المودريتر والإديتر وغيره. فهنا الأشخاص المحظورين، عندك هذا أبو الشدات ما شاء الله أنا حاضر ما أعرف ليش تقدر تفك الحظر من عندهم. النشاط، هنا النشاط مالتك اللي انت شو تسوي بالبث راح يطلع هنا، أي شي تسوي بالبث راح يطلع هنا. غيرت اللغة مثلا أو سويت صندوق أو سويت أي شي راح يطلع. المساحات اللي تتم إدارتها، هنا المساحة يعني السبيس مالتك، مثلا إذا اكو حد كان مخليك مدير بالسبيس مالته راح تطلع هنا، وإذا ماكو راح تطلع فقط مالتك. الفريق، هنا هذا هو الفريق مالتي، اللي حاب ينضم أهلا وسهلا بي. طبعا ما خلى حد ثاني بس اللي أعرفهم خلهم بالتيم. الفريق شو فايدته؟ مجرد إنه واحد يدعم الآخر، يعني تستفادون من الدعم، ما حد راح ياخذ من أرباحك ولا أنت راح تاخذ من أرباح أحد، مجرد واحد يدعم الثاني. يعني مثلا أنا سويت بث، كم واحد في فريقي 20، ال20 واحد راح يستضيفوني، يسوون استضافة، راح أطلع بقناتهم إن أنا دابث، المشاهدين مالتكم راح يجون يمي، وأنا كذلك نفس الشيء بالمقابل أسوي بث. يعني كل فريق نخصص مثلا 10، كل واحد إلى وقت يبث بيه، ما يصير ال10 يبثون بوقت واحد، هذا هو الفريق. أو ممكن 3 أشخاص يبثون بوقت واحد، مثلا الساعة بالوحدة يبثون 3 أشخاص، ساعة نقول بالثنتين أو بالخمسة يبثون 3 آخرين، يعني حتى واحد يدعم الثاني. هاي المعلومات، عفوا الأعضاء مع الفريق، التحليلات، مدة البث 28 ساعة و20 دقيقة، وقت المشاهدة 56 ساعة و33 دقيقة. عندكم هنا الوكالات، يعني هو ما يحتاج أن أشرح لكم إياها، هي مبينة من اسمها وكالة، يعني أنت تدخل عن طريق وسيط، شلون بالفوركس إذا حد يعرف بالفوركس والتداول، تجي تدخل عن طريق وكالة، الوكالة تدخلك المنصة. يعني المنصة مثلا ما تقدر تدخل بها مباشرة، لازم تدخل بوكالة، يلا صير ستريمر. فهاي هي الوكالات يعني، وأكثر وكالات موجودة عندنا بالعراق وبمصر، بس ما حد يحتاجها. يعني أنا عن نفسي يعني ما أدخل بوكالة ولا أستخدم الوكالة. الوكالة مجرد أن تضمن لك أرباحك، تأخذ نسبة من الأرباح طبعا الوكالة،
تقريبا 20 أو 30% تاخذ من أرباحك. فإذا تريد تدخل بوكالة ادخل، إذا ما تقدر تسحب أرباحك من المنصة الوكالة تسحب لك إياها، فيدخل بوكالة. والوكالة يعني تدعمك هم، يعني أكو يسوون فعاليات، أكو يسوون بطولات بالوكالات، فممكن تفيدك وممكن ما تفيدك، فكل واحد هو اللي يعجبه. العثور على فريق هنا تقدر تدخل الفرق، هاي وكالة مثل ما تشوفون هو يكتب لك إنه هذا الفريق هو وكالة، هذني وكالات، فتقدر تنزلهم، ما حد راح يوافق لك طبعا إلا كانوا يعرفوك أو إذا كنت ستريمر. نجي على آخر خطوة اللي هي أدوات البث. خالك التروفو يعني المنصة، خالك البوت، هذا الكلاود بوت مثلا، ستريم إليمنتس، منصات البث والبوتات والتطبيقات اللي تقدر تعدل بيها. مثلا خالد ستريم لابس، النايت بوت، الستريم إليمنتس، أو بي اس ستوديو تقدر تبث من عنده، ستريم لابس ديسكتوب تقدر تبث من عنده، الستريم إليمنتس تبث من عنده. عندكم هاي باقي المنصات اللي هي تقدر تسوي منها الإشعارات مال البث، وتقدر تعدل من عندها الإيموجيز، هاي الشغلات كلها مال البث يعني. فذني منصات خالك يعني التطبيق حتى تدخل عندهن يقول لك إنه ذني مدعومات. وهاي الريستريم طبعا هاي المنصة تقدر تبث إلها وهي تبث، توزع البث مالتك لباقي المنصات. اوكي الربع اتوقع لهنا وخلصنا، فخلينا نروح على المساحة السبيس. اذا اكو شي بالسبيس اشرح لكم اياه، طبعا ما يحتاج انه اشرح لكم فشي بالسبيس كليتها واضحة. هنا تقدر تحط حساباتك مع السوشيال ميديا، هنا تحط الفريق مالتك، هنا الالعاب اللي انت تلعبها، هاي الشات مالتك هنا. عندك من هاي تدز تعويذات او تدز اي شي اللي يعجبك، بس من هاي تستخدم التعويذات تغير الإطارة مع الصورة الشخصية مالتك، الإطار العفو. من هاي تسوي بوكس، تجي هنا صندوق الكنز وتخلي إنشاء صندوق كنز، تسوي صندوق الاكتشاف وتجي تخلي مثلا 1 إليكسر، تخلي 50 صندوق، يعني ما يصير هو إلا 5000. شو اللون طي التالي ما يصير بعد صندوقين هسه يقبل، لازم تسوي 50 صندوق. يعني هاي من تسوي صندوق سهلة كلش، لا حد يسوي باقي الصناديق، سوي صندوق اكتشاف فقط. تكون هنا الألعاب تشحن شدات ببجي مثلا، تشتري شغلات. وعندكم من هاي المنصة الرئيسية، وماك شي بعد أشرحه. لا تنسون تتابعوني على تروفو، تتابعوني على اليوتيوب. وشكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم. إن شاء الله استفاديتوا من الفيديو، وأي شيء بعد ما فاهمي أو تحبون أشرح لكم إياه اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله أشرح لكم بالفيديوهات القادمة. فتنسون الاشتراك واللايك، وشكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، ونلتقي بالفيديو القادم.